الفريق المغربي اللي تحس صعب على اي منتخب. عندك امشي ما تخافش، فينيسيوس عندنا مين يلعب. تعليق ديال طارق دياب، أحد أفضل محللين العرب لسنوات هو بإسبور، وأيضا كان لاعب كبير، لاعب تونسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبينا نحكيو على مباراة المغرب والبرازيل. كانت مباراة قوية، مباراة ممتازة، خصوصا من الفريق المغربي اللي تحس أن هناك بصمة مدرب، تحس أن هناك تغييرات في الفريق، طريقة اللعب. لأن 30 دقيقة الأولى صعب على أي منتخب أنه يلعب ضد البرازيل بالطريقة اللي لعب بها 30 دقيقة الأولى، أنه خنق البرازيل، ما خلاش البرازيل يلعب، ما خلاش البرازيل في وسط الميدان يوصل الكرة إلى المهاجمين نتاعو رافينيا وفينيسيوس، خصوصا عزل الهجوم تقريبا 45 دقيقة الأولى، خصوصا 30 دقيقة الأولى سيطر كليا المنتخب المغربي في وسط الميدان. اللعب السريع 4 5 6 7 تمريرات، الجهة اليسرى والجهة اليمنى. اللعب على لاعب السايبري، اللاعب الممتاز، المهاجم الجديد، أن اللاعب هذا كان يلعب على الجهة اليسرى. ولهنا بصمة المدرب، بصمة أولى متاع المدرب، أنه لا نسيري بطبيعة الحال ولا اللاعب الكعبي اللي كان على دكة الاحتياط، بطبيعة الحال لاعبين ممتازين وعطاو كثير للمغرب، لكن تحس أن المدرب وهابي يحب فريق يلعب كرة. وضع اللاعب سايبري مهاجم اللي هو يلعب على الجهة اليسرى، وضعه كمهاجم. شاهدنا اللاعب هذايا تلقى معه حلول، لاعبين وسط الميدان يلقاوه بسهولة، واحسن دليل الهدف اللي سجله، الهدف الممتاز من تمريرة دياز. اللاعب هذايا عنده امكانيات بدنيه قويه، عنده تغطيه على الكره ممتازه، ينتظر لما يستلم الكره رغم انه يلعب ضد من افضل المدافعين في اوروبا، لاعب الارسنال اللي هو قدم موسم كبير البرازيلي، وماركينيوس لاعب خبره فاز بدوري الابطال. رغم هذا تعبهم اللاعب السايبر، وهذا من انجازات المدرب الوحيد، لانه يحب لاعب يلعب كره، يحب لاعب انه يستفاد منه زملاء عندهم امكانيه باش يكون محطه كبيره. وهذا اللي شاهدناه مع أناحي ومع أيوب بطبيعة الحال، ومع اللاعب العناوي. يعني اللاعبين هذوما ثلاثة استعملوا كثير المهاجم هذا، خصوصا في التحضير بطبيعة الحال، مع دياز وحكيمي للجهة اليمنى قوية وقوية جدا، خصوصا في الشوط الأول. ولهنا بالنسبة لي أنا قوة المدرب، لهنا تظهر قوة المدرب مع حكيمي، أنه ما ألزمش حكيمي باش يحاصر فينيسيوس، قالوا لما الكرة عندك امشي ما تخافش، فينيسيوس عندنا مين يلعب. شاهدنا حكيمي تطويل 45 دقيقة الأولى هو يهاجم على الجهة اليمنى، هو اللي دياز وخلقوا مشاكل كبيرة لدفاع البرازيل. ثم إدخال اللاعب أيوب اللي هو لاعب ارتكاز، لكن لاعب ارتكاز عصري، يعرف يلعب كرة فنيا ممتاز في التغطية نتاعو، في التمرير، ما يخسرش كرة بسرعة، يلعب تحت ضغط، يراوغ وقت اللي يلزم يراوغ، وقت اللي يلزم يمر، وقت اللي يلزم يسرع في اللعب. هو اللاعب العداوي. يعني انا شاهدت بوسكيتس جديد، رغم ان بوسكيتس في 18 ما كانش معايا. بوسكيتس اكتشفناه لما نضج، ويلعبوا معاه انيستا وتشافي، لكن البارح يعني مولد لاعب كبير، لاعب ارتكاز عصري، اللي كل المدربين يحبطوا انه يكونوا عندهم لاعب ارتكاز معناتها يلعب بالطريقه هذه في خراج الكرة، حتى في افتكاك الكرة. شاهدنا يضغط، شاهدنا معناتها وسط الميدان البرازيل ما كانش موجود البارح، رغم انها اسماء كبيرة فيه، باكيتا وكازيميرو ورافينا يرجع، ورغم هذا ان سيطرة كلية للمنتخب المغربي في وسط الميدان مع اللاعب الممتاز العناوي. يعني اليوم المنتخب المغربي اصبح عنده لاعب وسط ميدان قوي واللي يفكر في الهجوم، وهذا راجع للمدرب وهابي انه يفكر انه فريقه عنده امكانيات باش يهاجم اللاعبين هذوما، ما يخسروش الكرة بسهولة، لاعبين ممتازين في التمرير، كرات الطويلة، كرات القصيرة، ويشاركوا في الهجم. مع راجراجي كان يلعب أبنابط طبيعي، أنا وقتها في مرحلة تكوين الفريق، يلعب بلاعب ارتكاز قوي بدنيا في افتكاك الكرة، في التغطية، لكن الإضافة نتاعو من الناحية الهجومية ماهيش إضافة كبيرة. لهنا يتغير مع المدرب الوهبي، أنه وضع لاعب ارتكاز فنيا ممتاز، أصبح اللاعب عنده وسط ميدان قوي، وهذا باش يخلي المنتخب المغربي باش يمشي بعيد بوسط الميدان هذا، مع حكيمي، مع المزراوي، ومع ثلاثة مهاجمين ممتازين، سواء دياز اللي قدم شوط أول كبير، مع سايبري، ومع اللاعب خنوس لاعب تقريبا شتوتغارت.
ولهذا عنده 7 8 لاعبين فنيا عندهم امكانيات كبيره. هذا ما كانش موجود في فريق في كاس العالم 22، لكن مكاسب كبيره حققها المدرب الركراكي، وهذا حاول انه يحافظ على المكاسب ويزيد يحسن مستوى الفريق من الناحيه الهجوميه، وهذا اللي شاهدناه امس. واعتقد ان المنتخب المغربي صحيح انا ما زلنا في البدايه، لكن بدايه واعده بالنسبه للمنتخب المغربي، وهذا بالنسبه لي انا العمل الكبير يقوم به المسؤولين المغاربه. انا ما اكتفاوش انه وصلوا دور نصف النهائي، في منتخبات تمشي الدور نصف النهائي وتعمل مستوى كبير بعد 4 سنين ما عادش تلقاه، ما عادش موجود على الخريطه. لا، اليوم المنتخب المغربي المكاسب هذه زاد حسنها وزاد طورها، والمنتخب هذا اعتقد ان بعد المنتخبات الكل شاهدت مباراه البرازيل، المنتخب باش يصبح مخيف خصوصا في المجموعه نتاعو، وعنده امكانيه باش ترشح في المرتبه الاولى. نتمناو النجاح والتوفيق للمنتخبات العربيه الكل، واعتقد ان المنتخب المغربي عنده امكانيه مقارعه الكبار واللي لا يمشي بعيد في كاس العالم هذا، وهذا نتمناه للمنتخبات العربيه الكل. شكرا والى اللقاء.